شُفت أو سمعت عن عربية بتمشي لوحدها غير في الأفلام؟ أحب أقول لك إن موجود فعلًا عربيات بتمشي لوحدها دلوقتي، وواضح إن المستقبل اللي جاي هتبقى العربيات كلها بتمشي لوحدها. سنة 2008 جوجل أسست شركة وسمتها ويمو، وكانت بتشتغل في معامل إكس لاب لتطوير عربية ذاتية القيادة. سنة 2016 ويمو استقلت تمامًا عن جوجل تحت مسمى ألفابت. سنة 2017 ويمو نفذت مشروعها في ولاية أريزونا. الحكاية بمنتهى البساطة، ويمو هي عبارة عن عربية ذاتية القيادة، عربية بتمشي لوحدها تماما، مش محتاجة حد يسوقها أساسا. عربية متجهزة بسنسورز زي الرادار سنسور وكاميرات عشان تقدر تصور المحيط كله في الشارع. الحاجة التانية، العربية مربوطة بالذكاء الاصطناعي عشان يبدأ يحدد القرارات المناسبة بناء على القرايات اللي هتطلعها العربية. فكرة ويمو بتطبق على عربيات موجودة، بتضيف عليها الحساسات والرادارات والكاميرات وبتبدأ تشغلها. ويمو حاليا بتشتغل في شكل التاكسي وموجودة في سان فرانسيسكو وتقدر تطلبها من خلال الابليكيشن بتاعها. ويمو أعلنت في الفترة اللي جاية إن هي هتبدأ تطبقها على عربيات عادية تقدر تستخدمها. هقول لكم دلوقتي على مميزات فكرة العربية ذاتية القيادة. العربيات ذاتية القيادة بتتساق بطريقة آمنة جدا. مفيش ذكاء اصطناعي هيخالف قوانين مرور، هيمشي بسرعة زيادة أو هيمشي عكسي أو هيعمل أي تصرف من التصرفات دي، وبالتالي هيقدر يضمن الأمان. تاني حاجة هي فكرة الأمان، خصوصا بالنسبة للبنات أو لكبار السن، فتجربة عربية ذاتية القيادة بتحميهم من التصرفات اللي ممكن يعملها البشر. الحاجة التالتة والأخيرة طبعا إن هي بما إنها مربوطة بالذكاء الاصطناعي ومربوطة بأبليكيشن لخرائط، فهو بيقدر فعلا يختار أقصر طريق ويوصل في أسرع وقت. في شوية مخاوف من فكرة العربية ذاتية القيادة. أول نقطة هي فكرة الأمن السيبراني. بما إن العربية مربوطة بالذكاء الاصطناعي وطبعا العربية عليها سوفت وير، فممكن اختراق السوفت وير من هاكرز، وطبعا ده هيكون في منتهى الخطورة لأن ما نعرفش التصرفات بتاعتهم هيكون شكلها إيه. وطبعا هو يقدر يتحكم فعلا في سلوك العربية على الطريق وممكن يعمل مشاكل كبيرة. الحاجة التانية إن في ناس ممكن تفقد وظائفها كتير جدا زي السواقين. في مقاومة كبيرة من بعض الناس برضو لتخوفهم من الفكرة دي في حد ذاتها، فكرة ان العربية ذاتية القيادة هو مش قادر يحس بالأمان فيها، بس الحقيقي ان هي هتكون آمنة جدا. في نقط رئيسية بسيطة جدا بنحكي لكم فيها عن العربية ذاتية القيادة، اللي انا واحد من الناس شايف ان هي اختراع هيكون المستقبل في صناعة السيارات. لو عجبتكم الحكاية اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.